هارد لك للي خسر، ومبروك للنادي الاهلي فوزه بكاس مصر للمره ال 38. لكن هناك بعض الامور التحكيميه فيها جدل كتير جدا في ماتش النهارده، بدايه من ضربه جزاء احتسبت ثم تم الغائها بداعي طبعا انها ما فيهاش حاجه، ثم ايضا يعني شك في هدف كهربا ان كان تسلل ولا هدف صحيح، ثم امور تحكيميه اخرى. ووجود حضرتك يهمنا طبعا من خلال طبعا خبرتك الكبيره كابتن جمال. اخدها حاجه حاجه كده، ضربه الجزاء اللي تم احتسابها في البداية. انا هقسمهم لك قسمين. اتفضل يا كابتن. اتفضل. القسم الاولاني فيما يتعلق بالتسلل وقضيه التسلل، ده موضوع المفروض ان احنا راينا يختفي فيه طالما هناك تقنيه للتسلل. تقنيه للتسلل ما على حكام الفار الا انهم بيحطوا الاحداثيات اللي هي لحظه لعب الكره، ثم اخر جزء من جسم المدافع واخر جزء من جسم المهاجم، وبينتظروا النتيجه. بتطلع النتيجه ليهم انه تسلل او غير تسلل. تمام يا كابتن. بالتالي ما ينفعش انا انه في تقنيه بتشتغل يعني بشكل تكنولوجي وانا اقول رايي ان التقنيه دي غلط او صح. فبالتالي احنا لازم نحترم القرار اللي بيخرج من تقنيه التسلل طالما الاحداثيات اتعملت بشكل صحيح. تمام. ده بالنسبه قصدك لهدف، ده الهدف كهربا قصدك يا كابتن؟ عندي هدف كهربا وايضا الهدف بتاع بيراميدز، الهدف سجله بيراميدز نفس الشيء يعني. يعني هي هم قريبين جدا من بعض على فكره، قريبين جدا يعني. وبالتالي تقنيه التسلل قررت انه اللاعب متغطي. يعني هو يمكن ظهر بالنسبه لهدف كهربا انه لوحده، لكن لما جات لنا الصوره اللي فيها الخطوط شفنا انه في قدم اخرى اعتقد للاعب ابراهيم عادل كانت اخرى ايضا مع حارس المرمى. فبالتالي زي ما بقول لك انا ما بحبش اقول رايي في التسلل، اقول رايي في التسلل اذا ما كانش في تقنيه تسلل. اذا في تقنيه تسلل خلاص هنا الاراء هنا يجب انها يعني هي كانت واضحه في التلفزيون يا كابتن يعني من خلال رؤيتك في البدايه؟ لا الصراحه ما فيش حاجه واضحه يا محمد الصراحه. هي كلمه التصوير نفسه او الاخراج نفسه لا ما فيش حاجه واضحه. لو ما فيش حكم فار ما تعدتش يا كابتن جمال. يعني هي ما تعدتش من الحته اللي ما هو دي. بص كابتن رضا، انا فاهم كابتن رضا عايز يقول ايه، انه احنا طالما عندنا حاله والحاله دي بتتبحث واخد بالك، لازم يجيبوها لنا ويثبتوا الصوره يوقفوها عشان يقنعونا. وعلى فكره ده الغرض من استخدام الفار او استخدام تقنيه الفار. ما هم زي ما جابوا الجون بتاع بيراميدز المشاهد. نعم زي ما جابوا الجون بتاع بيراميدز واضح ان الراجل اتحرك بعد الكوره واخد بالك فشفناها. لا هي في صوره، بص كابتن رضا، هي في صوره جات لهدف كهربا والصوره بينت انه الخط الازرق هو اللي قدام فيما معناها ان المدافع مغطي. لكن هي كان لازم يعني تثبت شويه، يعني نشوف تتبنى شويه. برافو عليك. الموضوع جه بسرعه. كابتن الصوره اللي انت بتقول عليها دي من الجنب مش من ورا الجون. لو جت من ورا الجون هتبان ان هي لا هي كابتن رضا من ورا الجون ما ينفعش اجيب حاله تسلل من ورا الجون. حاله التسلل لازم تبقى من الجنب، لازم يعني طب بص يا كابتن، طب الصوره قدامك يا حضرتك لو انت انا مش لا بس دي يا كابتن يعني قبل ما يعني دي بعد ما اتلعبت. كابتن جمال مش شايف، بس دي بعد ما اتلعبت يا كابتن بص يا كابتن رضا عشان لحظه لعب الكوره لازم تكون لحظه لعب الكوره اللي هي لحظه اللمس الاولى. انت عارف وهي الكوره لسه بتلمس القدم اللاعب الاخير اللعبه الاخيره، نقف عندها وبعدين نحدد الاحداثيات اللي انا بتكلم عنها اللي هي فكره ايه، انه فين اخر جزء من المدافع فين واخر جزء من المهاجم فين. وخلي بالك اخر جزء ده في اوقات كتير ما بيبقاش على الارض، في احيان بيبقى كابتن مع كل احترام لكلامك، كل احترام وتقدير لكلامك، الجون ده فرق كتير في المباراه. فيها ايه لو الراجل انا ماليش علاقه بديت، انا ليا علاقه باني بشرح لك تقنيه التسلل بتعمل ايه. الحاجه الوحيده اللي متفق معاك فيها كابتن رضا ان لازم الصوره تثبت شويه، يعني نقف في الصوره. يعني كابتن جمال نظره الخبرات اللي عند حضرتك من خلال الشاشه ما قدرتش تحدد اوفسايد ولا مش اوفسايد؟ لا مش ما اقدرش احدد. تاني هرجع لكلمتي الاولانيه. انا فاهم في تقنيه حديثه موجوده وحضرتك اصلا انت دخلتها للكره المصريه. ما ينفع لان انا عارف هي بتتعمل ازاي، فما ينفعش احنا يبقى لينا راي. هي بتطلع نتيجه، طالما طلعت النتيجه لازم الجميع حضرتك شفت النتيجه؟ ده حضرتك شفت النتيجه ولا احنا شفنا النتيجه؟ الكره دي لو بيراميدز كابتن بص يا مونديالي يا دولي،
الكرة دي لو لبيراميدز كانت هتتعاد. لا يا كابتن بلاش التشكيل في حاجه زي كده. لا يا كابتن، لا الموضوع مش كده يا كابتن. الموضوع كده في حكم، وزي ما قال كابتن جمال في تقنيه معينه. بس انا عشان اكمل كلامك ما تاخدونيش ان انا مثلا لا اسمع بس. انا مش بقول لك انا بكلمك ايه. بس انت بتقولي لو للاهلي. طبعا. ازاي ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان احنا دلوقتي انت الكابتن جمال ما شافهاش، اللي هو اقدر مني ومن اي بس في غرفه فار هي اللي يا حبيبي ماليش دعوه بالفار. انا بكلمك وكل حاجه مسجله جوه عشان انا ابقى مقتنع وانت مقتنع والناس مقتنعه. انا بقول لك هاتها من جميع الزوايا ويبقى في عداله. طيب. عداله. هستاذنك يا كابتن رضا معلش. انا طبعا لن اخوض في هذه الامور. انا بخوض في حاله فنيه وبشرح لك من تاني. الزاويه الوحيده اللي نقدر نعتمد عليها في التسلل هي الكاميرا الجانبيه. مفيش حاجه اسمها كل الزوايا في التسلل. كل الزوايا دي في هاند بول، في فاول، في مخالفه جوه منطقه الجزاء، فيها شك بينالتي. انما التسلل مفيش غير لقطه واحده، هي لقطه التسلل. لقطه التسلل اللي هي اللقطه الجانبيه. حته ان هي بتيجي بعد كده خطوط، دي نتيجه في خط ازرق وخط احمر، اللي سابق فيهم هو ده القرار. اذا سابق الاحمر يبقى تسلل، اذا سابق الازرق يبقى مش تسلل. وده زي ما قلت لك تاني وهفضل اكررها، طالما هناك تقنيه تسلل اتعملت بشكل صحيح يبقى انا ماليش راي، ولا اي واحد فينا يبقى ليه راي في انها تسلل او غير تسلل. الحاجه الوحيده اللي متفق معاك فيها كابتن رضا ان الصوره لما تيجي نسيبها شويه 5-6 ثواني عشان ما تتخطفش بسرعه. طب شفت الخطوط يا كابتن؟ شفت الخطوط اللي جت؟ مالها يا كابتن؟ جت. مالها؟ جت الخطوط. خطوط ملويه يابا تعبان. لا جت يا كابتن رضا، جت. ملويه ازاي يعني؟ خط كده مرسوم وخط كده مرسوم مستقيم. ملويه دي صعب نتكلم فيها عشان يبقى في حاجه اسمها ملويه. لا يعني خلينا كمان يا جماعه خلينا يا كابتن احنا بنتكلم يعني بمنتهى الشفافيه. لا يهمنا ده ياخد دوري ولا ياخد كاس، احنا عايزين عداله للكره المصريه. عايزين العداله للكره المصريه. انا بشرح لك يا كابتن رضا ازاي بتتعمل تقنيه التسلل على حاله تسلل ايا كانت الحاله بقى. بس ما اختلفتش مع حضرتك. طب دلوقتي مثلا أنا ضربه الجزاء انا المفروض لو انا حكم بقى اتنقل بقى سيدي يروح نقله ثانيه. تمام يا كابتن، اتفضل يا كابتن. ركله الجزاء طبعا من الوهله الاولى وانا بتفرج عليها في بيتي واحساسي كحكم ولاعب كوره ان الكوره في صدر اللاعب من البدايه. تمام. حكم المباراه صفر ضربه جزاء. تمام. لو ما فيش حكم فار كانت هتبقى غلطه كبيره جدا وخطا كبير جدا. انت شايف ان كابتن امين غلط في اللقطه دي يا كابتن؟ لا انا خليني انا طيب فنيا في فار لكن انا لازم احاسب الحكم على تقديره. لازم احاسبه على تقديره. ليه؟ لانه لما تكون حاجه يعني مختلفين فيها لكن انا عشان اصفر ركله جزاء لازم تكون الصوره واضحه بالنسبه لي في ركله جزاء. ولكن هناك في الفار، واعتقد ان الفار تدخل فورا ولغى ركله الجزاء. وطبعا كلنا شفنا بعد كده ان الكره في صدر اللاعب مفيش ركله جزاء. طب ليه من الاول يا كابتن ما انا ما احسبهاش باحساس لعيب الكوره زي ما حضرتك قلت وبعد كده الفار هو اللي يتفضل؟ تمام. ما هو ده اللي بقوله يا كابتن. يعني ايه الفكره هنا بقى؟ يعني انت قلت حاجه فنيه كويسه. يعني في حالات اللي هي بين البنين اسيبها ما احسبهاش، اخلي الفار هو اللي يحكمها. لان انا الفار هو لو فيها ركله جزاء الفار يحسبها. لا استنى يا كابتن مصر، لما انا ما حسبتهاش وبعد كده الفار يجي يقول لي واروح اتفرج عليها واشوفها لقيتها ضربه جزاء. كلامك سليم. مش كده انت بتدي احساس للفرقه الثانيه بالاحباط ان انت بتستنى. بس ملوش دعوه بالحكم بحاجه زي كده كابتن. هو الراجل بيعمل شغل جوه الملعب. هحبط الفرقه الثانيه. انا هرجع تاني واقول لك احباط ليه للفرقه يا كابتن؟ توديني انا السنه اللي فاتت السنه اللي قبليها ماتشات ان الحكم اتسرع. ايوه استنى، امور فنيه امور تحكيميه. لا اصل دي مباراه حساسه. ما تحاولش ان انت تدي شك من بدري من بدايه المباراه. لا قصده ان انا الفرقه الثانيه ده الحكم جاي عليا قصده. ايوه قصده كده. بقول لك لا ما هو لا يمكن حكم نازل يبقى في دماغه كده يا جماعه. حبيب قلبي انا بدي دلوقتي ده مباراه نهائي كاس، مباراه حساسه. لو انت مش جاي فار احسب، لان مفيش فار واقف لي بره. تمام. واخد بالك؟ انما انت النهارده في فار. فانت ممكن بحس لعيب الكوره زي ما الكابتن جمال قال لك. كابتن جمال قال حاجه كويسه.